بس هو بشكل علمي ايه اللي حصل لما بتاخد بلاسيبو او حبايه سكر او نشا موجود في شكل كبسوله، دواء انت مقتنع ان هو هيخليك تخف، وقتها مخك بيفتح صيدليه ربانيه جواه وبيفرز مواد كيميائيه حقيقيه، مواد زي الاندورفين او الدوبامين. بمجرد ما عقلك بيصدق ان الراحه جايه، ان الحبايه دي هي اللي هتكون المسكن، وقتها مخك بيدي امر الجهاز العصبي يفرز مواد كيميائيه زي الاندورفين. دي مواد اقوى من المورفين نفسه، وهي اللي بتسكن الالم بجد. لما عقلك بيبدا يحس انه خلاص خد الدواء وكلها مجرد وقت والمسكن هيشتغل والالم هيخف، المخ بيقلل افراز هرمون الكورتيزول، الهرمون المسؤول عن القلق والتوتر. لما التوتر والقلق يقل، جهازك المناعي يبدا ياخد نفسه ويشتغل بقوه اعلى ويحارب المرض. يعني عقلك مش بس بيضحك عليك، ده بيغير الكيمياء بتاع جسمك بناء على توقعاتك. وليه ما ناخدش سكر او ندي العيانين سكر ونوفر ثمن الدواء؟ لان العلماء اكتشفوا ان البلاسيبو ليه حدود. هو عبقري في علاج بعض الالام زي الارق او الاكتئاب او بعض اعراض الشلل الرعاش، لكنه ما يقدرش يقتل بكتيريا او يصغر ورم خبيث. والاغرب من كده ان شكل الدواء بيفرق. العلماء لقوا ان حقنه البلاسيبو مفعولها اقوى من الكبسوله. الحاله لما بتاخد حقنه بلاسيبو، دواء وهمي على شكل حقنه، بيقتنع بيه اكتر مما لو كان كبسوله. والحبايه الحمراء بتدي مفعول منشط اكتر، والحبايه الزرقاء بتدي مفعول مهدئ اكتر. العلماء يسموا ده الشفاء المرتبط بالسياق. تقدر تقول ان عقلك بيقرا الطقوس من حواليه، روشته، سماعه دكتور، ريحه مستشفى، حقنه، وبيترجم كل ده لاوامر شفاء.